بمناسبة دخول موسم الصيف والسفر والساحل، الفيديو ده فيه نصيحة مهمة لأغلب الستات اللي بتسوق. يمكن النصيحة دي أغلب الرجالة عارفينها، وساعات برضو الرجالة اللي بتسوق جديد بتقع فيها، وأغلبها بيحصل على طرق سفر، فحابب أنوه عليها تاني. لو كنت داخل البنزينة لأي غرض وحد جالك وقالك يا أستاذة الكاوتش بتاعك نايم، أو يا أستاذ الكاوتش بتاعك نايم، أو قالك الفردة دي محتاجة تتلحم، ما تصدقهوش. طالما أنت أو أنت مش شايفة الفردة نايمة على الأرض زي الصورة كده، يبقى أنت ما عندكش مشكلة. وممكن لو هي مريحة شوية زي الصورة كده تزودها أو تزوديها هوا وتمشي عليها عادي جدا لحد ما توصل لحد مضمون يكشف لك عليها. وضروري جدا وهو بيزود الكاوتش تنزل تقف جنبه وتقف على ايده وهو بيزوده وتبص عليه كويس جدا، لان للاسف اغلب الناس اللي ما عندهمش ضمير وهو بيزود الكاوتش بيمسك آلة حاده جدا ويبدا يخرم بيها الكاوتش وهو عامل نفسه بيزود هواء، وبعدين ينادي لك يوري لك الخرم اللي هو عمله ويقول لك الكاوتش مخروم وعايز يتلح. على فكره الكاوتش لما بيتخرم بسبب مسمار في الغالب المسمار ما بيخرجش منه وبيفضل موجود، وكمان الكاوتش ده ما بيفستيش بسرعه بسبب ان المسمار ده اصلا لسه موجود في الخرم وما خرجش منه. طب لو الخرم كبير ومضطر تقف تعمله وخلاص هو خرم والفاس وقعت في الراس، مبدئيا مفيش حاجه اسمها لحام الماني والحام تايواني والحام هندي، كلها حتت كاوتش والحامات جايه من الصين وما تفرقش كتير عن بعضها. في فروق في الخامه بس الفروق مش كبيره، ومفيش حاجه اسمها الفرده فيها 13 خرم والخرم ب 200 جنيه، ده انت هتشتري فرده كاوتش احسن. انا اقصى فرده شفتها كان فيها 4 اخرام وما كانوش مخرومين مع بعض، ولو اكتر من خرمين يبقى هو اللي عملها، والحام الخرم الواحد لا يتعدى 50 جنيه 100 جنيه يا سيدي، ده لو انت واقف عند فيتن فيكس. بالمناسبه الناس دي محترمه، وكمان بلاش تعمل ترصيص او اي خدمات تانية عنده، وبلاش لحام الخابور اطلاقا. لحام الخابور ده هو اللحام السريع اللي بيتعمل للفرده وهي راكبه في العربيه من غير ما تتفك، او على الاقل من غير ما يفك الجنط من الكاوتش، والنوع ده من اللحامات بيبوظ الكاوتش ويقلل من عمره الافتراضي، والمفروض ما يتعملش غير في حالات الطوارئ فقط، او لو فرده الكاوتش بتاعتك اصلا قديمه. وكمان انت اصلا ما تضمنش الخوابير اللي عمال يحطها دي عمال يحطها في اماكن اخرام ولا في اي مكان وخلاص، ما هو بيزقها بآلة حاده برضه، هو عمال يحط الحامات وخلاص عشان يطلع منك باكبر كميه فلوس. وخلي بالك طالما انت مش مرتاحه او طالما انت مش مرتاح ممكن تغير الفرده وتركب الاستبن عادي جدا، او تزود الكاوتش هوا وتمشي لاقرب واحد تاني انت تطمن له. فرده الكاوتش المخرومه مش بتفسي بسهوله وهي ماشيه الا لو الخرم اللي فيها كبير جدا، وده نادرا لما بيحصل، فما تقلقش او ما تقلقيش طالما انت مش شايفه الفرده على الارض زي الصوره اللي وريتها لك قبل كده، يبقى عادي زودها هوا وامشي عليها. وبالمناسبه احب انوه عن صديقي في الحالات دي، كومبريسور الكاوتش، بقف براحتي وانفخ الفرده لحد ما اروح عند اقرب حد مضمون، او افضل انفخ فيها لحد ما ارجع من السفر واروح لبتاع الكاوتش اللي انا بتعامل معاه. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، واكتب لنا في الكومنتات حاجات زي دي حصلت معاك عشان الناس تاخد بالها.